بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعزائي طلاب الصف الثالث المتوسط، السلام عليكم. نكمل بقية الأمثلة لموضوع ترتيب العمليات في الإعداد الحقيقية. وصلنا مثال 2. بسط الجمل العددية التالية: -27 مرفوع للقوة 1/3 ومضروب ب1/9 جذر 7 ناقص 1/9 جذر 28. أول خطوة طلاب أتخلص من هذا الأس 1/3 حول جذر، راح يصير الجذر التكعيبي للسالب 27، لأن طلاب 1/3، فهاي الثلاثة بالمقام تعتبر هي أس للجذر، مضروب بالقوس 1/9 جذر 7 ينزل نفسه، هذا ما بيه تبسيط، ناقص 1/9 أيضا تنزل، جذر 28. طلاب منين جاي 28؟ جاية من 4/7، مثل ما تعلموا طلاب. إذن 28 جاية من 4/7 يساوي الجذر التكعيبي لل27. طبعا السالب يطلع من الجذر التربيعي هنا. الجذر التكعيبي لل27 هو 3، افتح قوس 1/9 جذر 7 ينزل، ناقص، لاحظ عايز الطالب هنا الأربعة شنو جذرها؟ 2 في 1 2/9، وتبقى 7 تحت الجذر، ويساوي، راح أدخل -3 على القوس، أوزع -3 على القوس، ينضرب -3 هنا بالواحد، وينضرب وين؟ بالاثنين. طلاب تنسى 3 مقامها 1، 3 شنو مقامها؟ 1. أضرب البسط في البسط ومقام في المقام، ويساوي -3 في 1 -3/9، يعني باعتبار 1 في 9. لأن بعض الطلاب يسألون يقول أستاذ هاي -3 نضربها بالبسط وبالمقام؟ لا طلاب، أضرب -3 وين؟ فقط بالبسط، يعني هي باعتبار مقامها 1. -3 في 1 -3، 1 في 9 جذر 7، ناقص سالب في السالب موجب، 3 في 2 6/9 جذر 7. تمام طلاب، انتبهوا هنا. لاحظ عزيزي الطالب، تلاحظ المقامات مش شابهة والجذور ايش بيها؟ متشابهة. راح انزل واحد من المقامات اللي هو 9، وانزل واحد من الجذور ايضا اللي هو جذر 7. طلاب باوع على الإشارات، هنا عندي -3 وهنا أنا موجب 6، إذا المقامات مش شابهة ينزل واحد من عندهم، وأطرح الأعداد الموجودة بالبسط. إذا كانت الإشارات مختلفة نطرح، وإذا مش شابهة نجمع. هنا طلاب الإشارات مختلفة، أنزل إشارة الرقم الأكبر هو 6 موجب، 6 ناقص 3 راح يصير 3/9، ويساوي، بها اختصار، على 3 بها 1، على 3 بها 3، ويساوي 1/3 جذر 7. تمام. نيجي على مثال رقم 3 طلاب. شو يقول السؤال هنا؟ يقول بسط الجمل العددية التالية باستعمال تنسيب المقام وترتيب العمليات على الأعداد الحقيقية. انتبه عزيزي الطالب هنا، لاحظ عندك هنا 7 ناقص جذر 5 على جذر 5. طبعا الأعداد اللي تحت الجذر هي ما تطلع من الجذر، راح أنزل السؤال نفسه اللي هو 7 ناقص جذر 5 على جذر 5، راح أضرب البسط والمقام بنفس المقام، يسموه بيش بتنسيب، عملية تنسيب المقام أو العامل المنسب. فهنا جذر 5 على جذر 5. شلون سوينا هاي الطريقة؟ ضربنا البسط والمقام بنفس المقام اللي هو جذر 5 حتى يتخلص من الجذر اللي بالمقام، ويساوي، هسه هنا عملية توزيع، أوزع جذر 5 راح ينضرب بال7 وينضرب بجذر 5، وكذلك المقام بالمقام. جذر 5 في 7 7 جذر 5 7 جذر 5، ناقص جذر 5 في جذر 5 5 بدون جذر، كذلك المقام جذر 5 في جذر 5
أيضا 5 بدون جذر مثل ما تعلمنا بالمحاضرة الأولى. النقطة الثانية يقول جذر 21 على 2 جذر 3 ناقص جذر 27. طلاب هنا انتبه عليه، جذر 21 أحاول أبسطه بالخطوة الأولى مباشرة. جذر 21 طبعا ما تطلع من الجذر، هي جاية من 7 في 3، أحاول أجزئها لسهولة الحل. 2 جذر 3 ينزل نفسه ناقص جذر 7. لاحظ الاختلاف بين هذا السؤال وهذا، والنقطة رقم 1 هنا طلاب عندي بالمقام 2 جذر 3 ناقص جذر 7، هنا لا بس جذر 5. بهاي النقطة طلاب رقم 2 لازم أضرب بمرافق المقام. هنا عندي 2 جذر 3 ناقص جذر 7، هنا ايش راح يصير؟ راح أضرب جذر 3 جذر 3، حتى لو بقيت الاثنين وياك ما تأثر هنا، حتى لو بقيت الاثنين عادي. 2 جذر 3 زائد جذر 7 على 2 جذر 3 زائد جذر 7. ضربنا في مرافق المقام عكس الإشارة، هنا سالب خليها موجب موجب، وإذا كانت موجب أخليها سالب بسالب. هاي أول خطوة. الخطوة الثانية طلاب راح أوزع الجذر على 7 وعلى 3، يصير جذر 7 في جذر 3 والمقام ينزل نفسه 2 جذر 3 ناقص جذر 7. أيضا هنا طلاب نفسه ينزل 2 جذر 3 زائد جذر 7، وهذا المقام نفسه 2 جذر 3 زائد جذر 7. سوينا في هاي الخطوة فقط وزعنا الجذر على 7 وعلى 3. هسه طلاب راح أستخدم طريقة التوزيع، طبعا البسط في البسط والمقام في المقام. راح أضرب ذول الجذرين اثنينهم، أوزع على اليمين، أوزع على 2 جذر 3 وأوزع أيضا وين؟ على جذر 7. كذلك المقام نفس الطريقة همتين. ويساوي. طلاب انتبه عليه، هنا عندي جذر 7 في جذر 3 راح أضربه باثنين جذر 3. جذر 7 اتركه، أضرب جذر 3 في جذر 3 حصير 3. 3 في 2 6، 6 في جذر 7 6 جذر 7. يعني طلاب هنا جذرين أضرب الحد الأول اللي هو من البسط 2 جذر 3، راح أضرب جذر 7 في جذر 3 بمن أضربه ب2 جذر 3. جذر 7 أتركها ما دخل بيه مختلفان. أضرب جذر 3 في 2 جذر 3 مثل ما تعودنا، جذر 3 في جذر 3 هو 3، 3 في 2 6 جذر 7 زائد. أيضا نفس الطريقة راح أضرب جذر 7 في جذر 3 بمن بجذر 7. أجي على الجذر المشابه، جذر 7 في جذر 7 هو 7، 7 في جذر 3 راح تصير 7 جذر 3. تمام. المقام طلاب، المقام لو تلاحظ مترافقان هنا، متشابهان ومختلفين بيش؟ بالإشارة. نستخدم طريقة الضرب المباشر. راح أضرب 2 جذر 3 في 2 جذر 3، طبعا 2 في 2 4. تمام طلاب. وجذر 3 في جذر 3 3 بدون جذر، لأن الناس راح يصير 4 في 3 جيت يساوي 12. إذا حاصل ضرب 2 جذر 3 في 2 جذر 3، أضرب أول شيء 2 في 2 4، بعدين جذر 3 في جذر 3 هو 3 بدون جذر، 4 في 3 12، سالب في الموجب سالب، جذر 7 في جذر 7 7 بدون جذر مثل ما تعلمنا طلاب. ويساوي، ينزل البسط اللي هو 6 جذر 7 على حالة زائد 7 جذر 3. هسه واحد من الطلاب يسأل يقول أستاذ يصير أجمع هذا مع هذا؟ لا ما يصير. ليش؟ لأنه هذا جذر 7 وهذا جذر 3 مختلفة الجذور. احنا قلنا بس في حالة الجذور المتشابهة ممكن أجمع الأعداد اللي خارج الجذر في حالة فقط الجذور المتشابهة. 12 ناقص 7 يساوي لنا 5. انتهى السؤال هذا. نيجي على تأكد من فهمك. أول سؤال يقول بسط الجمل العددية الآتية. هاي فقرة تأكد من فهمك. نقطة رقم 1، جذر 5 ناقص جذر 3 مضروب بجذر 5 زائد جذر 3. لاحظ طلاب القوسين متشابهين ومختلفين بيش؟ بالإشارة. نستخدم طريقة الضرب المباشر، الأول بالأول والثاني بالثاني.
جذر 5 في جذر 5 راح يساوي لنا جذر 5 الكل تربيع، سالب في الموجب سالب، وجذر 3 في جذر 3 جذر 3 الكل تربيع، ويساوي التربيع يلغي جذر راح تبقى 5 ناقص تنزل، التربيع يلغي جذر يبقى 3 ويساوي 5 ناقص 3 ويساوي لنا 2. وتقدر طلاب تقول جذر 5 في جذر 5 5 بدون جذر، سالب في الموجب سالب، وجذر 3 في جذر 3 3 بدون جذر، 5 ناقص 3 يساوي 2. النقطة الثانية طلاب، هنا ممكن أحل السؤال بطريقتين. الطريقة الأولى اللي هو يقول جذر 7 ناقص جذر 2 الكل تربيع. الطريقة الأولى راح نفتح القوس أو قوس مكرر جد مرتين، قوس مكرر مرتين اللي هو جذر 7 ناقص جذر 2 في جذر 7 ناقص جذر 2، قوس مكرر مرتين ونفس الإشارة طلاب، نفس الإشارة. راح أستخدم طريقة التوزيع. لاحظ طلاب هذا ممكن ما يصير أحله بنفس هاي الطريقة، الأول بالأول والثاني بالثاني. ليش؟ صح القوسين مش شابهين، بس لكن مش شابهين بيش؟ مش شابهين بالإشارة، إذا ما يصير أستخدم عليه هاي الطريقة. راح أستخدم طريقة التوزيع، أوزع الحد الأول من القوس الأول راح ينضرب بالحد الأول من القوس الثاني، وينضرب بالحد الثاني من القوس الثاني. كذلك جذر 2 ينضرب في جذر 7، وينضرب أيضا وين؟ بجذر 2. طلاب انتبهوا عليه شوي، صار خلل بالكاملة. راح نكمل، وصلنا هنا وراح نكمل إن شاء الله. إن جذر 7 في جذر 7 هو 7، تنزل إشارة مال القوس الثاني سالب، جذر 7 في جذر 2 جذر 14، لأنه هنا مختلفة الأرقام تحت الجذر، فأضرب داخل الجذر في داخل الجذر. نيجي على جذر 2 أيضا أوزعها على القوس، طبعا سالب في الموجب سالب، جذر 2 في جذر 7 إنما اختلفات هنا، أضرب داخل الجذر في داخل الجذر، 2 في 7 14، سالب في السالب موجب، جذر 2 في جذر 2 2 يساوي 7 زائد 2 9. هاي الأعداد اللي ما بها جذور أجمعها حسب الإشارة، 7 زائد 2 9. لاحظ طلابي هنا الجذور مش شابهة، راح أنزل واحد من الجذور، وأيضا الإشارات مش شابهة أنزل واحدة من عندهن، ونجمع معاملات الجذور هنا باعتبار 1 زائد 1 2 جذر 14. هاي طلاب الطريقة الأولى لحل هذا المثال. الطريقة الثانية نفتح القوس مربع حدانية، ننزل السؤال نفسه ويساوي مربع الحد. طلاب شي يقول؟ يقول الحد الأول تربيع، نفس الإشارة، إذا سالب تنزل سالب وإذا موجب موجب. 2 في الحد الأول جذر 7 في الحد الثاني اللي هو جذر 2 زائد، دائما طبعا هنا زائد طلاب، الحد الثاني تربيع جذر 2 الكل تربيع. تمام طلاب؟ نعيد هاي الخطوة. مربع الحد الأول نفس الإشارة، 2 في الحد الأول في الحد الثاني، 2 قانون، في الحد الأول جذر 7 في الحد الثاني جذر 2، دائما زائد الحد الثاني تربيع، ويساوي. طبعا طلاب تعرفون التربيع يلغي جذر، راح يبقى عندنا 7 هنا ناقص 2 تنزل، لأن باعتبار 2 مضروبة بخارج في 1 وفي 1 يصير 2، ينزل الجذر 7 في 2 14 زائد التربيع يلغي جذر راح يبقى عندنا 2، ويساوي 7 زائد 2 9 وتنزل ناقص 2 جذر 14. انتهى المثال رقم أو النقطة رقم 2 من تأكد من فهمك. نقطة رقم 3 بالتمارين طلاب، يقول لي جذر 125 ناقص جذر 20 مضروبة بالجذر التكعيبي للثمانية على 27. طلاب لاحظ هنا القوس، داخل القوس جذر 125. 125 طلاب منين جاية؟ ما لها جذر مو طلاب؟ بالتحليل أو تستخدم هاي الطريقة، جاية من 25 في 5، من 25 في 5 يطلع 125 ناقص جذر 20 طلاب. العشرين منين جاية؟ جاية من 4 في 5. الجذر التكعيبي للثمانية على 27 طلاب، هنا طبعا الجذر التكعيبي للثمانية ايش قد؟ 2.
والجذر التكعيبي للسبعة وعشرين ايش قد؟ 3، لأن هذا الجذر يتوزع على البسط وعلى المقام، فالجذر التكعيبي لثمانية 2 والجذر التكعيبي للسبعة وعشرين يساوي لي 3. يساوي، لاحظ طلاب، 25 تطلع من الجذر، شنو جذرها؟ جذرها 5، 5 في 1 5 جذر 5 ناقص. أيضا طلاب الأربعة جذرها جيد 2، 2 في 1 2 جذر 5، هاي كلها مضروبة بالقوس اللي هو 2 على 3 ويساوي. لاحظ طلاب هنا الجذور مش شابه، تمام، أنزل واحد من الجذور اللي هو جذر 5، راح أقول 5 ناقص 2 3، القوس ينزل اللي هو 2 على 3، 2 على 3 راح نختصر ويساوي، تروح 3 مع 3 يبقى بها 1، 2 في جذر 5 2 جذر 5. نقطة رقم 4 طلاب، هنا راح نقلب القسمة إلى ضرب مع قلب الكسر الثاني، نقلب القسمة إلى ضرب مع قلب الكسر الثاني. ننزل 4 جذر 12 كما هي، 4 جذر 12 على 5، ونقدر طلاب نبسط هاي الخطوة مباشرة. السالب طبعا يطلع من الجذر التكعيبي، 27 جذرها التكعيبي 3، 3 في 5 15. نقلب القسمة إلى ضرب مع قلب الكسر الثاني، 2 تنزل، العفو جذر 8 راح يصير عندنا بسط، جذر 8 يصير بسط، والبسط شي يصير؟ يصير مقام على جذر 24. تمام طلاب، إذا أول خطوة قلبنا القسمة إلى ضرب مع قلب الكسر الثاني، هذا ينزل نفسه. هنا بسطنا هاي الخطوة، 27 طبعا جذرها التكعيبي 3، 3 في 5 15، وتنزل السالب من تحت الجذر التكعيبي. هنا قلبنا البسط، المقام صار بسط والبسط صار مقام. نجي نبسط طلابنا، عملية تبسيط، نجعل 4 تنزل 12 طلاب، 12 منين جاية؟ جاية من 4 في 3 ناقص 15 تنزل في 8 طلاب ما لها جذر، نجي نبسطها، جاية من 4 في 2. كذلك المقام 24 ما لها جذر، منين جاية؟ من 4 في 6 ويساوي. الأربعة تطلع من الجذر، شنو جذرها؟ 2، 2 في 4 8 جذر 3 على سالب 15. نجي على الكسر الثاني طلاب، هنا الأربعة شنو جذرها؟ 2، 2 في 1 2 جذر 2. المقام كذلك الأربعة شنو جذرها؟ 2، 2 في 2 4 جذر 6، لأن هاي الأربعة من تطلع من الجذر 2 وين تنضرب؟ بخارج الجذر. راح نختصر طلاب هنا، نشوف ايش بقى عندنا. طبعا 2 مع الأربعة على 2 بيها 1، وعلى 2 بيها 2، 2 مع 8 على 2 بيها 1، وهاي بيها 4 ويساوي. بسط في بسط، مقام في مقام، 4 في 1 4، جذر 3 في جذر 2 جذر 6، المقام أيضا سالب 15 في جذر 6 سالب 15 جذر 6 ويساوي. عندنا اختصار طلاب هنا، يروح جذر 6 مع جذر 6، اختصر جذر 6 مع جذر 6، ايش راح يبقى عندنا؟ يبقى عندنا 4 على جذر على 15. وطلاب هذا السالب أفضل يكون وين؟ يكون بالبسط، سالب 4 على جذر 15 على 15، نعم سالب 4 على 15. نقطة رقم 5 بالتمارين، أيضا شي يقول السؤال؟ يقول بسط الجمل العددية التالية واكتب الناتج لأقرب عشر، لأقرب عشر. جذر 7 تنزل طلاب هنا، جذر 7 طبعا ما لها جذر، تبقى تحت الجذر. نجي على 28 طلاب، 28 منين جاية؟ 28 جاية من 4 في 7، وجذر 2 تنزل، هاي ما بيها تبسيط، سد القوس ناقص 5 ويساوي. تنزل جذر 7، طلع الأربعة من الجذر، 4 شنو جذرها؟ 2 جذر 7
ناقص جذر 2 تنزل سد القوس ناقص 5 ويساوي. راح أدخل جذر 7 وين؟ على القوس. استخدم طريقة التوزيع، نضرب جذر 7 2 جذر 7 وأيضا وين؟ على 2. جذر 7 في 2 جذر 7. احنا تعلمنا طلاب جذر 7 في جذر 7 هو 7. 7 في 2 جذر 14 ناقص جذر 7 في جذر 2 أيضا أضرب داخل الجذر في داخل الجذر. 7 في 2 جذر 14 ناقص 5 تنزل، 5 تنزل هنا ويساوي 14 ناقص 5 جذر 9 تنزل ناقص جذر 14. زين طلاب، هو هنا شي يقول لي؟ يقول لي قرب لأقرب عشر. لأقرب عشر طلاب لازم أجي أشوف جذر 14 هنا، لازم أجزئها. 14 طلاب منين جاي 14؟ هاي ملاحظة طلاب هنا. 14 جاية من 7 في 2. تمام طلاب، أوزع الجذر على 7 وعلى 2. جذر 7 في جذر 2 ويساوي جذر 7 طلاب. جذر 7 عندنا هو 2، لازم تحفظ هذا 2.64، وجذر 2 1.41. راح أضرب هاي الرقمين طلاب ضرب عامودي، ومن ضرب عامودي وخر الفارزة هنا اللي هو البوينت هذا، وأضرب 264 في 41 ضرب عامودي. راح يطلع الناتج طلاب، حتى ما أخرت آخر الفيديو، راح يطلع الناتج 3.72. تمام طلاب، حاصل ضرب 2.64 في 1.41 يطلع 3.72. تنزل 9 ناقص. إذا مكان جذر 14 طلاب طلع لنا الناتج 3.72. أيضا طلاب أطرح 9 ناقص 3.72. لاحظ طلاب 9 أطرحها منين؟ من 3.72. طلاب تسوية مراتب انتبه علي هنا، خلي هنا بوينت وأضيف أصفار تسوية المراتب في عملية الطرح. طبعا 0 ناقص 2 ما يصير طلاب، آخذ 1 من 9 هنا يبقى عندي 8، هاي تصير 10، بعدين آخذ منها 1 شو تصير 9، وهاي تصير 10. 10 ناقص 2 8، 9 ناقص 7 2 تنزل الفاصلة، و8 ناقص 3 5 ويساوي 5.28. راح يطلع الناتج 5.28. هو قايل لي مقرب لأقرب عشر. وطلاب مو دائما يعني يجيني السؤال يقول لي قرب لأقرب عشر في حالة الأسئلة الوزارية. أحيانا يقول أكثر شيء يقول لي بسط الجمل العددية التالية. فإذا قال لك بسط الجمل العددية التالية راح ينتهي السؤال طلاب لحد هاي الخطوة. بينما إذا قال لك لأقرب عشر لازم انت تجي على جذر 14 ابسطها طلاب. 14 منين جايه من 7 في 2، اوزع الجذر على 7 وعلى 2. جذر 7 لازم انت حافظ اللي هو 2.64، وجذر 2 هو 1.41 ضرب عامودي طلاب يطلع الناتج 3.72. انزل مكان جذر 14. اذا طلاب راح اطرح هذا من هذا يطلع الناتج 5.28 مثل ما علمتكم بهاي الطريقة. طلاب لهنا تنتهي محاضرتنا لهذا اليوم، نكمل إن شاء الله على المحاضرة القادمة بقية التمارين. طلاب لا تنسونا بالاشتراك بالقناة والضغط على زر الإعجاب حتى تصل إلى أكبر عدد من الطلاب. والسلام عليكم.